وانا قاعد كسلان اصلا في الجو الحر اللي احنا فيه ده ومش عايز اخش المطبخ، جه على بالي ان انا هعمل لكم شويه فطير مورقين كده حلوين بحشوه الميكس جبن مع خلطه كده هنعملها حلوه. اول حاجه هحتاج لكيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات، اي نوع هينفع معانا. نجيب العجان بتاعنا، هنزل بكيلو الدقيق، ننزل بالدقيق. على كيلو الدقيق ده هنحتاج بالظبط كوبايتين ونص ميه من الكوبايات اللي احنا بنشرب فيها الشاي. هنزل كده بكوبايتين ونص. طبعا الميه لازم تكون دافيه معانا. هنزل كده اهو. كمان هحتاج لمعلقه هرميه من الملح بالظبط كده اهو. هي دي كل المكونات اللي هنحتاجها، 3 مكونات بس، الدقيق والميه والملح. وهنعمل احلى عجينه للفطير المورق. نجيب العجان بتاعنا كده، تعالوا شوفوا كده تفاصيل العجينه وهي بتتعجن. شايفين الجمال يا جماعه؟ 5 دقايق وهتكون اتعجنت معانا كويس. اول دقيقه على السرعه الهاديه وبعد كده هنعلي السرعه تدريجيا. بعد 5 دقايق عجن نقفل كده عليها ونطلع. بسم الله. شايفين العجينه بقت ناعمه معانا ما شاء الله، جميله جدا جدا. هو ده المطلوب. ناخد بقى العجينه بتاعتنا وهنبدا نعملها كوره كبيره زي ما انتم شايفين علشان نسيبها ترتاح. وهنسيبها ترتاح، هنغطي بس عليها بستريتش. وتعالوا بقى نجهز حشوه الميكس جبن مع الميكس خضار، احلى حشوه هتعملوا بيها الفطير المورق. وطبعا ما لقيتش احسن من جبنه جولدن تشيز اعمل بيها الميكس الحلو ده، طبعا لان انا ضامنهم 100%. ورحت صورت عندهم كمان في المصنع. طبعا عندهم الجبنه الرومي المبشور، ده شكل الجبنه الرومي، الشكل اللي حضراتكم شايفينه، بتكون جاهزه كده على الشغل على طول. كمان عندهم الجبنه الشيدر مبشوره جاهزه. ننزل كده بشويه من الجبنه الشيدر المبشور من جولدن تشيز. طبعا وفروا لكم كمان وعملوا لكم جبنه ميكس بتتكون من الجبنه الرومي والشيدر والموتزاريلا، بس طبعا انا مش هحتاجها في الوصفه. ودي جبنه جولدن بيتزا، طبعا عليها مطه بقى ما اقولكوش، بجد انا مجربها شخصيا. هنزل بشويه منها. طبعا بيعملوا انواع جبن موتزاريلا كتير، ده نوع منهم. هنزل كده بشويه جبنه موتزاريلا حلوين، حلو قوي قوي. هنزل بالجبن بتاعتنا كلها هنا. هدي تقليبه كده للميكس جبن الحلو ده. هنزل عليهم بقى بميكس الخضروات اللي متقطعه ناعم، معايا فلفل اخضر وفلفل احمر وزيتون وطماطم. هنزل بيهم بسم الله. خدوا بقى التركايه دي كمان، شويه ذره حلوه هتدي لنا طعم جميل قوي. هنزل كده بالذره الحلوه. هنزل عليهم برشه زعتر. ونبدا نقلب الميكس الحلو ده كده مع بعضه. شايفين الجمال؟ ميكس الخضروات مع ميكس الجبن من جولدن تشيز. نقلب كده كويس. تعالوا بقى نشوف العجينه بتاعتنا بعد ما ارتاحت نص ساعه. بسم الله ما شاء الله. نطلع كده عجينه الفطير بتاعتنا الحلوه دي، نقطعها كده نصين الاول وبعد كده 4/4، ومن هنا كمان ومن هنا كمان. حلوه جدا. عملت 8 قطع زي ما انتم شايفين. نطلع بقى كده كل قطعه، وشايفين العجينه معانا عامله ازاي. نبدا نكورها كده كور صغيره اهو يا جماعه. وهنسيبه يرتاح للمره الثانيه. هنجهز بقى المواد الدهنيه. هحتاج لنص كوبايه من زيت الذره وعليها نص كوبايه من الزبده المذابه. هنزل بيهم كده مع بعض. بسم الله. دول اللي هيورقوا معانا الفطير وهيدوا لنا طعم جميل. نديلها دهنه خفيفه كده مع الزبده والزيت. وبصوابعنا كده هنبدا بالراحه كده، شايفين بالشكل ده. نقلبها على الجنب الثاني ونبدا نفرد. العجينه طريه معانا وجميله. الفردة بتاعتنا وبالراحه هنبدا نفرد في العجينه. نلف العجينه على الجنب التاني. هنفرد بالطول يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. نمسك كده طرف العجينه وهنشد بالراحه خالص علشان ما تتقطعش مننا. وبعد ما فردنا العجينه بتاعتنا بالطول كده زي ما انتم شايفين، خليناها كده بشكل مستطيل كبير، هو ده المطلوب. نجيب القطاعه بتاعتنا علشان مهم ان احنا نقطع الاطراف. نساوي كده الاطراف بالراحه جدا زي ما انتم شايفين. ومن هنا كمان، الجنب التاني كمان. حلو قوي قوي. نيجي كده من الطرف وهنبدأ نقطع كده قطع صغير، وقباله كده من الجنب التاني كمان، وهنا كمان. حلو قوي. وناخد بقى الحشوة الحلوة اللي عملناها دي وهننزل بيها في النص. نزود بقى الحشوة دي. نبدأ نفردها كده بالراحة ونبدأ نقفل. هدهن كده الطرفين دول كده بشوية زبدة مع زيت. ونبدأ نقفل كده العجينة بتاعتنا التانية دي زي ما انتم شايفين. ناخد بقى دول كده، ننزل الطرفين دول تحت. ندهن كده الزيت مع الزبدة. ونبدأ ناخد العجينة بتاعتنا دي بالراحة وننزل هنا. شايفين الشكل الحلو؟ وهنزل بطبقة زيت مع زبدة. نبدأ نقفل من هنا. نشد كده الجنب التاني ونقفل. نبدأ نقفل من هنا. حلو قوي قوي. كده معانا فطيرة الطاسة جاهزة زي ما انتم شايفين.
شكلها حلو جدا ومتناسق وجميل. المقلايه بتاعتنا وهننزل كده على الحراره، ننزل بقى بشويه زيت مع زبده كده، ندهن الطاسه بتاعتنا، ننزل كده بالفطيره بتاعتنا دي في الطاسه بسم الله. دقيقتين على كل جنب، يعني هنسيبها دقيقتين كده وبعد كده هنقلبها. بعد دقيقتين نجيب الاسباتيول بتاعنا ونبدا نقلب بسم الله. شايفين الجمال ما شاء الله. ندي بس دهنه خفيفه كده، زبده مع زيت كده. معانا فطيره طاسه بكل سهوله، وصفه سريعه وسهله جدا، مش هنقف في المطبخ كتير. نقلب بقى كده على الجنب التاني، دهنه خفيفه كده من الزبده مع الزيت. نيجي بقى عند جوانب الفطيره كده، هنبدا نوقف الفطيره كده شويه ونطلع بقى الفطيره الحلوه دي. شايفين شكلها الجميل ما شاء الله. هنقدم معاهم كمان صوص الشيدر من جولدن تشيز، بصراحه بيعملوا صوص شيدر ملوش حل، كل اللي هيجربه هيحبه جدا. وفي كمان اكياس اصغر من كده. شايفين الجمال فطيره طاسه عامل ازاي. تعالوا نقطع كده بسم الله. شايفين مطه الجبنه وجمالها ما شاء الله. والفطير مورق معانا من جوه وجميل. شايفين الفطير مورق معانا ازاي، ومطه الجبنه عامله ازاي، حلوه قوي قوي. الله على الجمال والشكل الحلو. بسم الله. بجد طعمها حلو قوي قوي، لازم تجربوها. نغمس كده في صوص الشيدر. شايفين قوامه الحلو. نطلع بقى كده بسم الله. الموضوع فوق الخيال. نغمس كده في الكاتشب. انت لازم تدوقي. ايوه. في النهايه لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان اعمل لكم وصفات حلوه كتير. تحياتي ليكم.